انت عبالك عقلك مالتك تمشي بدماغك وكل شي تفكر بيه هو من راسك. لا يا صديقي صاحب المستوى العالي، انت عايش بالوهم العظيم وكل شي محشى بالجمجمة هو خلطات انزرعت براسك لحد ما صار راسك المزرعة التعيسة. بس منو زرعها وليش؟ ليش هم شايفيك إنسان مهم حتى يذبولك لقط فكري؟ أقول لك لا بس أنت عندهم جيت ويا البيعة قاصر وعنده ورث بيت خاله الما يرحم، فخليك ويانا. أرحب بالغوالي وحلقة جديدة من مستوى عالي. منو قال لك عالمنا العايشين بيه حقيقة؟ ومنو قال لك الناس اللي قاعدين يمك هذول أهلك؟ ومنو قال لك أنت اسمك فلان أو فلانة؟ كل شي بحياتك إذا تصفن بيه راح تلقاه. أكو واحد قال لك وخلى الفكرة براسك وأنت اقتنعت بيها. ما تشوف من يلعب الفار بعبك تقول له اقنعني. هو ليش إلا فار يلعب بعبك؟ يجوز الجريدي بسونة سحلية، إيش معنى إلا فار؟ لأن هم قالوا لنا فار وطفت شار. فمن تشوف انت عايش في فرضيات سمعت قالوا لي يقولون ابشرك يا حبيب اختك انت عايش بالوهم العظيم. الوهم العظيم هو فكرة مو حقيقية بس تقبلها على انه هي واقع، ممكن بس انت مقتنع بيها او انت واهلك وناسك كلكم مقتنعين بهالفكرة وتسولفون بيها. الله يرحمك عم ديكارت كان كل ما يقعد يم الصوبة يقول للاهلي من يشوفهم يقشبون يقولهم انتوا عندكم شيطان مخادع. حتى امي كانت ترق البيت عبالها صدق بيه شياطين. عمو ديكارت كان يقول لها هذا الشيطان المخادع اللي اسمه الوهم العظيم هذا كائن خارق يقدر يخدع الانسان ويخليه يشوف ويحس اشياء وهي وهم ما صايره. هاي صايره بالله الله يرحمه خلينا نخاف من الظلمه. طلع مصطلح الوهم العظيم واشتهر بفضل الكاتب والصحفي البريطاني نورمان أنجل بكتاب سماه بنفس الاسم ونشر لاول مره عام 1910. قال بيه انه الحروب بين الدول الصناعيه قامت مصرف اقتصاديا بس خسائر وفوقها ما تخلي الناس وطنيين ولا تقنعهم بانهم وطنيين، فكان لازم يلقون طريقه يقنعون بها الناس انهم يستقتلون على مود فكره تريد هالانظمه منهم. ما عاش تيدك ابو جاسم البطل بعد ما تصرف ابو جاسم قام يريد اوفر تايم فلوس يعني هي دنيا والحق حق والحق يقال لا تزعلوا مننا حتى يشتغل اكثر. فاجتمعوا انغولة الكوكب وقالوا اول شيء لازم نلقى كلمة مفتاحية بدل ما نقول الوهم العظيم لو ديكارت والشيطان المخادع، فاتفقوا يسوون سين بيناتهم سموه غسيل الدماغ. ما مسرع شطف الملابس. هذا الحكي الله لا يكذبني ربيع 1950 كانت الاوضاع قابه ومصارين الكوكب تتعارك على فكرتين، جماعه ينادون بالليبراليه والديمقراطيه وناس تصيح بالشيوعيه والشموليه. درجه ان الغوله من كانوا يتفقون سمعهم صحفي امريكي اسمه ادوارد هانتر شال مسوي روحه شاي يصب لهم شاي بالاجتماع راح ونزل لك درزن مقالات فضحهم بفضيحه وكشف شلون الصينيين الشيوعيين يغسلون أدمغة أسر الحرب الأمريكية بالحرب الكورية اللي استمرت بين 50 و 53. كوريا الشمالية المدعومة من الصين تلزم جنود أمريكان يقاتلون ويا كوريا الجنوبية. وين ودتهم وخلتهم؟ معتقلين بمعسكرات صينية. أشورة ما هدهم الصينيين بعد كم شهر المخابرات الأمريكية شافت إنه الجنود قاموا يؤمنون بالأفكار الشيوعية الصينية لك كله مقدس وتاج راس وأكو بيهم أصلا ما قبلوا يرجعون لأمريكا وتفكيرهم تغير 180 درجة. الأمريكان هنا قالوا مشربين لازم نوديهم السيد يقرأ عليهم. ما لقوا سادعتهم بس سيناتورات. اكتشفوا الامريكان بعد متابعه وتحليل واستجواب لجنودهم اللي رجعوا من الصينيين عرفوا انه الصينيين ما عذبوا الجنود جسديا وبداله استخدموا اساليب نفسيه مثل عزلهم بشكل كامل، يعني ما يسمعون اي شيء عن خارج المعسكر، خلوهم 24 ساعه يسمعون دعايات شيوعيه وناس تطبل للشيوعيه وتمدح بالشيوعيه ويكافئون اللي تعاونوا بالشيوعيه. يا دين الشيوعيه لك صارت لك خط احمر هاي ولا اي شيوعيه.
وصار عندهم ولائية للشيوعية، فيكافئون اللي تعاونوا وياهم ويحرمون اللي يقاوم أو يرفض التعاون، وظلوا يقروا لهم لحد ما اقتنعوا. أمريكا واقت هوا وقالت السوفييت والصينيين عندهم تقنيات سحرية لغسل الأدمغة، والحل المخابرات الأمريكية جات عظمتها CIA قررت تسوي تجربة غسيل المخ بنفسها، وعلى بركة الله افتتحوا مشروع MK ألترا، وجابوا بالافتتاح دبو أرنب وبلوجر وشاعر وإعلامية وافتتحوه، وجو المشاهير صاروا سنابات وستوريات. الافتتاح كان على الطريقة العراقية بس مو صدقون، هذا تخيلت انه المشروع مسويه هسه بالعراق هاي ب 1953. رغم هو أكثر البرامج سرية وإثارة للجدل بالتاريخ، بس هو مشروع سري. المشروع بقيادة العالم النفسي سيدني جوتليب يسوي به تجارب غير قانونية على البشر باستخدام المخدرات حتى يعرفون شلون تستخدم العقاقير والوسائل النفسية للسيطرة على تفكير الإنسان، إرادته، ذاكرته، واستخدامها بالتجسس والاستجواب وغسل الأدمغة أثناء الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي وكوريا والصين سنة 1973. وبعد فضيحة ووترغيت أمر مدير CIA يتلفون كل ملفات المشروع حتى ما حد يعرف شنو صار وشنو النتيجة منه. وبما أنه سوق غسيل الدماغ خرب بعد الفضيحة وتلف أوراق المشروع، كلها لقفت الدرب وقامت تسوي غسل أدمغة، اللي يغسل دماغ بعلاج، واللي يغسلها بتصريح، واللي يغسل دماغ مرته، واللي يغسل دماغاتنا بمنشور بالتواصل الاجتماعي. هي الشغلة انداست بعد. ومثل ما يقول السيد الرئيس إبراهام لينكولن أبو آية، أنت تقدر تخدع كل الناس لبعض الوقت، وممكن تخدع بعض الناس كل الوقت، بس ما راح تقدر تخدع كل الناس لكل الوقت. إلك ولا أيوة أعطوا الأكسس. فالوهم العظيم مو بس فكرة قديمة، هو نظام كامل يخليك تحس أنت تختار، بس بالحقيقة أنت تختار من قائمة اختاروها إلك. بس اليوم إذا وعيك ارتفع أنت طلعت خطوة من دائرة الوهم، وإذا تحب تبقى تفكر وياي خارج الصندوق اشترك بالقناة وخل نكسر الأوهام سوا. أود عليكم.